أفريقيا في المغرب، فما حدث خلال المباراة النهائية كان دراما امتدت آثارها حتى حسم الكاف الأمر وعاقب الفريقين السنغالي والمغربي. تعالوا لنتذكر قليلا ما حدث في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الثاني. لجنة الانضباط التابعة للكاف فرضت عقوبات قاسية على الاتحادين السنغالي والمغربي ومعهم لاعبون ومسؤولون من البلدين على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية. أوقفت مدرب السنغال باب ثياو 5 مباريات وغرمته $100,000 لمخالفة مبادئ اللعب النظيف والنزاهة وإساءة سمعة كرة القدم. أوقفت إليميا نداي وإسماعيل سار مباراتين لكل منهما بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم. غرمت اتحاد السنغال $615,000 بسبب سلوك الجماهير واللاعبين والجهاز الفني ورعونة 5 من لاعبيه وتلقيهم إنذارات. تعالوا إلى المغرب. أوقفت الكاف أشرف حكيمي مباراتين وإسماعيل صباري 3 مباريات مع غرامة $100,000 لسلوكه غير الرياضي. وغرمت الجامعة الملكية المغربية $315,000 لأن لاعبين اقتحموا منطقة الفار والجماهير استخدمت الليزر. حتى جامعو الكرات. لم تكن الكاف سعيدة بسلوكهم، وتذكرون قصة